مشاهدينا برحب بيكم مرة تانية في بيت الرياضة، وكابتن أحمد سلامة لاعب نادي حرس الحدود السابق ونادي الخبورة العماني في الوقت الحالي. هو فعلا غاب عننا فترة بعد ما كان متألق وعالي جدا مع نادي حرس الحدود، دخل المنتخب يمكن في الوقت دوت وبعديها انتقل لنادي ترسانة، اختفى عننا. لكن واضح ان هو احترف في عمان. انا مش عارفة الفترة قد ايه، لكن هنعرف منه. كابتن أحمد أهلا بيك. اهلا بحضرتك. السماح والساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. ربنا يخليك. فعلا في فتره اختفيت فيها بعد ما رحت نادي الترسانة، لقيتك اختفيت الفتره دي كلها في عمان؟ لا، انا من الترسانة رحت على حرس الحدود، وقعدت الفتره اللي كنت موجود فيها في حرس الحدود يمكن 5 سنين. بعد كده جت فتره الثوره 25 يناير. انت ما رجعتش تاني الترسانة بعد الحرس؟ لا ما رجعتش. يبقى انا اللي اخطأت، معلش. انا سافرت عمان، رحت على نادي العروبه، والنادي العروبه ده من اكبر الانديه هناك في عمان، يعني نادي بياخد بطولات دايما ونادي كبير هناك. وبعد كده رجعت من هناك، رحت على نادي وادي دجله، قضيت معاهم موسم. بعد كده سافرت تاني على نادي الخبورة العماني. انت خلاص واضح ان انت عمان استقريت فيها بشكل كبير عندهم، وبقيت معروف عندهم لدرجه هم بيطلبوك. لا هناك الامور كويسه، ونادي الانديه هناك او البلد نفسها بلد جميله، وناس طيبين جدا، والكره هناك بتتطور بشكل كبير يعني. فانا الخبوره ده هناك يعني زي ايه هنا في مصر؟ يعني هل انديه مؤسسات ولا انديه شعبيه؟ هو نادي شعبي ولا نادي؟ هو هناك لا، الانديه هناك يعني معظمها انديه شعبيه. هو نادي الخبوره ده دي ولايه هناك اسمها ولايه الخبوره. ونادي الخبوره ده بيمثل ولايه الخبوره، يعني هو النادي الوحيد هناك اللي بيمثل زي المصري او الاتحاد هنا بالظبط. فهو ليه جمهور كبير، وليهم هناك يعني ليهم هناك قبل كده مواسم كتير عاملينها، كانوا ناهيين بشكل كويس قوي، او يعني ناهيين في الوصيف مثلا الثاني او الثالث في الدوري. يمكن الموسم اللي انا كنت فيه برضو مع الكابتن شريف الخشاب قبل كده، كنت برضو وصلنا للمركز يمكن الخامس. ف يعني نادي امكانياته ممكن ما تكونش عاليه قوي الماديه، لكن هو نادي يعني نادي دلوقتي بدأ يعمل طفره كبيره قوي في الدوري هناك، ولعب كاس السلطان جلاله السلطان قابوس، وصل النهائي، ويمكن خسر في النهائي من صحم 1-0. وصحم هو كان بطل الكاس الموسم ده. الخبورة يمكن في الدوري السنه دي مش ماشي بشكل كويس، لكن في الكاس وصل للنهائي يعني. ودي هناك بطوله كاس سلطان، بطوله الكاس سلطان قابوس من اهم البطولات عندهم، يعني يمكن عندهم اهم من بطوله الدوري، ان هو يوصل للنهائي او يوصل انه ياخد بطوله كاس سلطان قابوس. دي بطوله كبيره، وهم كلهم يعني بيتنافسوا بشكل كبير بيتحدوا بعض. ان هي دي يمكن البطوله دي كمان ماديا بتعوض الفريق بشكل كبير، ان الاول بياخد 75,000 ريال والثاني بياخد 50,000 ريال، يعني بمعادل يعني يمكن 2 مليون او حاجه كده يعني مصري يعني. او 3 مليون بالنسبه للاول يعني. فده بتبقى بالنسبه لهم بتعوضهم كتير قوي عن التعاقدات اللي عملوها والمصاريف اللي صرفوها والحاجات دي، فبتديهم دافع كبير ان هم الفرق كلها تنافس شديد جدا جدا جدا، يمكن اقوى من الدوري كمان. ففعلا الكره في عمان عليت اكتر من الاول بكتير. بقوا دلوقتي تعتبر يعني عمان الدوري هناك دوري محترفين، يعني بيطبقوا الاحترافيه هناك بشكل كويس يعني. قولي انت دلوقتي الدوري وقف هناك، عشان كده الدوري خلاص خلص. عشان كده بتقولي هو مفنش الموسم وصيف، يعني الثاني في الدوري. بالظبط قبل كده، لكن الموسم ده هو الثاني في كاس جلاله السلطان قابوس. لكن هو احنا يعني كنا السادس من تحت يعني. ما وصلناش للسنه قبل اللي فاتت. السنه قبل اللي فاتت احنا كنا واصلين الخامس من فوق، يعني احنا الخامس. احنا كان المفروض ان احنا هنكون وسط الاربعه اللي موجودين في البطوله الاسيويه، او الاربعه اللي هم المربع الذهبي. لكن في اخر مباراه خسرنا 1-0 من فريق صحار، وتراجعنا مركز، فبقينا بره المشاركه في البطولات الاسيويه يعني، او البطوله هناك. لكن السنه اللي فاتت دي وصلنا للسادس من تحت، لكن وصلنا لكاس جلاله السلطان للنهائي، وخسرنا في اخر مباراه. طيب، لكن انت قلت لي كابتن شريف الخشاب كان موجود هناك. كان موجود الموسم قبل اللي فات، يعني اللي خلص اللي احنا انتهينا منه ده. هو ماسك نادي هناك اسمه نادي مسقط.
لكن هو السنه قبل اللي فاتت كان ماسك فيها نادي الخبوره العماني، وانا كنت موجود معاه الحمد لله، كنت مادي بشكل كويس قوي. كابتن شريف هو اللي جابك، هو اللي سافر؟ انا كنت في البدايه كنت موجود في نادي العروبه، وبعد كده لما جيت رجعت على نادي وادي دجله هنا، وبعد كده لما جيت رحت تاني رحت مع الكابتن شريف، قضيت معاه الموسم اللي هو قبل اللي فات ده، وبعد كده هو ساب الفريق وراح نادي مسقط، ماسك نادي مسقط وعامل. كانت الفرقه طبعا كانت لسه صاعده من الدرجه الثانيه للممتاز او لدوري المحترفين، فيعتبر هو عمل. كانت الفرقه هو مش بادئ معاهم الموسم من اول الموسم، لكن هو بدا يعني راح بعد يمكن 7 جولات او حاجه، وكانت الفرقه يمكن ما كسب، يعني يمكن تعادلات، يمكن 3 تعادلات كده والباقي خسائر، يعني كانوا الاخير يعني. فالكابتن شريف راح هناك بصراحه، عمل معاهم طفره كبيره وعمل معاهم شغل كويس قوي، ويعني هم فضلوا في الدوري، يعني وصلهم ان هم يفضلوا في الدوري الموسم ده، يعني الموسم الجديد هيكونوا موجودين في الدوري، فده يعتبر انجاز ليه، لان هو كان الفرقه كانت شبه يعني خلاص، يعني فات 7 ماتشات، وهناك الدوري قليل مش زي عندنا، عدد الفرق مش كبير قوي زي مصر يعني. فان هو يبقيهم في الدوري دي حاجه تحسب للكابتن شريف. وهو برده كمان كان عامل انجاز معانا مع نادي الخبوره السنه قبل اللي فاتت، ان احنا وصلنا الخامس، يعني كنا الخامس هناك مفنشين الخامس، وكنا يعني في استطاعتنا ان احنا نوصل لاكتر من كده، وكنا ناهيين الدور الاول في السنه قبل اللي فاتت الوصيفي، كنا ناهيين الثاني، كنا بنكسب النهضه ده هناك فريق هو اللي كان واخد البطوله في السنه اللي قبلها، احنا كسبناهم هناك 3-0، وخدنا يعني الكابتن شريف خد احسن مدرب، انا خدت احسن لاعب يعني، وانا كنت الحمد لله ربنا كرمنا كسبنا 3، انا كنت جايب جول، الماتش اللي قبله كنت جايب جولين، يعني كان في حاجات شغل كتير الحمد لله. ومعانا مدرب حراس هناك اسمه كابتن مصطفى توفيق، برضو مصري، ومعانا كان معانا دكتور اسمه كابتن سيد، الدكتور سيد ده برضو من المحله. كان يعني الجهاز كان يعتبر معظمه مصريين يعني الجهاز معظمه مصريين، وانا كنت المصري الوحيد اللي موجود يعني في تمام. احنا لسه هنكمل كلامنا معاك عن عمان واخبار الكوره هناك وحنينك اكيد لمصر ومتابعتك للدوري المصري، بس بعد الفاصل خليكم معانا وبيت الرياضه. الدوري العام المصري لكرة القدم، الأهلي في مواجهة المصري البورسعيدي في استاد النيل مع كابتن تامر صقر، مع التعليق المتميز للكابتن حاتم بطيشة. استاد النيل الاثنين 8 مساء على نايل سبورت. رمضان كريم. حلقة جديدة من نايل كورة على مدار ساعتين من دلوقتي. ايامكم ما كانش فيه مشاكل بالشكل ده، مفيش لعيبه عاقل، فاللعيب دلوقتي بقى بيعملوا على مزاجه. اختصرنا لجنه شؤون لاعبين في احمد الشيخ. اللاعب لازم يكون مركز كويس جدا في حته اختياراته. هل احنا بنطبق الاحتراف بكل بنوده في مصر؟ مصر قادره ب1,000,000% ان هي تؤمن الدوري المصري بحضور الجماهير. لما تنزل القاهره مفيش نادي في الدرجه ديت الا احنا. في الأوقات التالية على نايل سبورت. رمضان كريم. احنا خلاص ما بقناش غير بعض بعد كل الناس الحلوين اللي راحوا. ادي راسي في الطين يا بنت فاطمه. شايفاه في خيالي. ليالي الحلمية الجزء السادس يوميا على نايل دراما. رمضان كريم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. في الأوقات التالية على النايل سبورت رمضان كريم. نيلي وشريهان. نيلي غنية ومتدلعة، وشريهان فقيرة ومش لاقية. واحدة مولودة وفي بقها معلقة دهب، والتانية بتعافر في الدنيا. بنات عم بس لسه ما يعرفوه لغاية الحادثة اللي هتكشف القديم والجديد. يوميا 9 مساء على نايل كوميدي رمضان كريم. حلقة جديدة من الكرة الأفريقية، تغطية شاملة لكل أحداث كرة القدم في القارة السمراء. دوري الأبطال، كأس الكونفدرالية، أخبار نجومنا المحترفين في الملاعب الأوروبية. بمتابعتهم الرائعة على نايل سبورت. النجم المصري المتألق محمد صلاح، استقبال التاريخي لدروجبا، الكرة الأفريقية مع طارق رضوان. الثلاثاء
في الأوقات التالية على نايل سبورت. رمضان كريم. للإعلان على نايل سبورت يرجى الاتصال بالوكيل الحصري Presentation Sports Media. كرة طويلة، أحمد حسن مكي، أحمد حسن مكي، أحمد حسن مكي، أحمد حسن مكي، يا سلام يا سلام يا سلام، أحمد سلامة مدفعية سريعة الطلقات، أول طلقة في الدقيقة 16 داخل شباك عامر محمد عامر، ولكن إمبي هو الأخطر، إمبي هو اللي بيروح، إمبي هو اللي مجساته كانت قريبة للتهديف، ولكن على طول أحمد سلامة يستغل العرضية الجميلة، ولكن أيضا خطأ دفاعي. لو تتعاد لنا الكرة احمد حسن مكي يلعبها، ولكن احمد سلامه تعديله بغرابه من قدام المدافعين، توصل سهله وجها لوجه. اهي نشوفها مع حضراتكم تاني، ادي احمد حسن مكي لعب العرضيه اهي عدت فعلا، ولكن ما حدش كمل. عمرو فهيم وقف واعتمد على عامر محمد عامر، وعامر اعتمد على عمرو فهيم. احمد سلامه قال لهم عن كنتوا اهي ادي الهدف. مشاهدينا رجعنا لكم مره ثانيه، واتمنى ان انتم تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا صفحه بيت الرياضه على الفيسبوك، وتبعتوا لكابتن احمد كل اللي عايزين تقولوه له. كابتن احمد هرجع تاني لعمان. انت قلت لي بيطبقوا هناك الكره بشكل احترافي. مظبوط. ده بالنسبه للمحترفين ولا بالنسبه للعيبه كلها؟ لان انت قلت لي بيشتغلوا بقيه اللعيبه تحس انهم هواه. انا بتكلم ان هو يعني الملاعب هناك مش اي ملعب بيلعبوا عليه، يعني في ملاعب معينه مخصصين حاجه اسمها المجمعات، يعني ده ملعب زي ممكن يكون مثلا زي استاد القاهره، زي برج العرب، زي سويس، يعني حاجات ممكن تكون تبع الدوله، يعني حاجه تبع الدوله هم بيلعبوا، ما ينفعش كل واحد يلعب على ملعبه يعني. الوقت بالظبط قوي، يعني عارفه اللي هو يعني شكل، عارفه الكاميرات ما تلاقيش كاميرا او كاميرتين بس موجودين، تلاقي كاميرات كتير موجوده، يعني بتلاقي يعني في حاجات كتير في تطبيق كل حاجه، يعني تطبيق كل حاجه. اللعيبه نفسها محترفين هم بالنسبه للمحترفين كمان، او بالنسبه يعني اللاعبين اللي هم المحليين هناك ممكن ما يكونوش محترفين قوي، لان هناك في حاجه اسمها الدوام كده، او اللي هو العمل الشغل هناك، فهم ممكن تلاقيهم اوقات كتير ما بيحضروش التمرين بسبب الدوام ده. الدوام عندهم هو ده الاساس عندهم يعني. فممكن تلاقيهم بيحضروا مثلا، بيدوهم وقت كده زي يمكن 3 ايام او حاجه قبل المباراه. مثلا المباراه هناك ما فيش كل 3 ايام او 4 ايام زي عندنا يعني، هو كل اسبوع. فممكن تلاقي مثلا 3 ايام ما تلاقيش حد كتير بيجي غير الناس اللي هي يعني ما لهاش دوام، ما لهاش شغل. لكن اللي ليه شغل هناك شغلهم كله معظمه في الجيش، يعني معظم اللاعبين تلاقيهم موجودين في الجيش، العمل بتاعهم كله بيكون في الجيش. فبيجوا من هنا كده كده بيتمرنوا هناك، فبيتمرنوا اصلا في الشغل او الدوام بتاعهم ده، وبعد كده بيجوا قبل الماتشات مثلا ب3 ايام او حاجه، بيجوا يتجمعوا مع الفرقه ويبدا بقى. فيمكن يعني يمكن ده مش احترافي قوي، لكن او مش احترافي خالص يعني، لكن هو باقي الحاجات بيطبقوا، او يعني المباراه، اقامه المباراه بنفسها، تنظيم المباراه، استعداد للمباراه، الحاجات دي بينفذوها هناك الانديه او الدوله او وزاره الرياضه هناك، بيطبقوها بشكل احترافي. يعني لازم الملاعب بشكل معين، التوقيت بشكل معين، الكاميرات بعد المباراه لازم اللي هو الصحافه او الصحفيين او كده، اللي هو بيكون في مثلا مؤتمرات صحفيه او يعني يعني الحاجات دي بيأدوها بشكل كويس. زائد ان هم كمان يعني اتطوروا بشكل كبير، يعني اتطوروا كاداء كلاعب وككوره. طبعا المدربين اللي بيجوا لهم من بره كتير بداوا يضيفوا اللعيبه، بداوا يعني اي مدرب بيجي من بره يعني
دايما تلاقيه بيضغط في حته ان انا عايز اللعيبه، يعني ما ينفعش ابقى انا بمرن 4 لعيبه او 5 لعيبه او 6 لعيبه والباقي كله في الدوام، وبعد كده بعد يومين 3 ابص الاقي الفرقه كلها اتجمعت ما لحقوش ينسجموا فانا عايز اللعيبه. فبدا ده برضو بداوا يخلوا فيه يوفروا اكتر وقت اطول للمدرب ان هو يجمع اللعيبه بدري اكتر. يعني بدا بالعلاقات هناك بالنسبه للاداره، تكلم مثلا القيادات او الناس اللي هم اللي موجودين، يعني اللي هم المفروض هم القيادات بتوع اللاعبين دول يكلموهم ان هم يجوا بدري شويه اللعيبه لسه فبدا الامور يعني المدربين الاجانب او المدربين اللي هم اللي بيجوا من بره عمان دايما بيطالبوا ان اللعيبه دي تكون موجوده ومتواجده، وعشان حته التجانس وحته بالذات مواقف الانديه اللي بتبقى مثلا اللي بينافس او اللي بيبقى واقع تحت قوي، يعني تلاقي الاثنين دول اكتر ناس مصره على اللعيبه اللي بينافس ده، مصر اللعيبه بتاعته تيجي عشان يعني يقدر ينافس بيهم بالظبط حابب واللي ينزل ده هيموت يعني عايز يلحق نفسه. فهي دي بس فبداوا الامور يعني بتتطور، يعني الامور بتتطور. لكن ككوره هم الناس هناك عندهم اساسيات الكوره كويسه قوي، يعني اللعيبه المحليه هناك تلاقيهم بيلعبوا على شواطئ وبيلعبوا يعني كده، فتلاقي عندهم اساسيات الكوره الاستلام والتسلم والحاجات دي، لكن هم بيبقوا محتاجين شويه مدرب يوعيهم شويه ازاي يتحركوا. ده بيهندل الموضوع ده بالظبط. بس ما فيش ضغط عصبي هناك او جماهيري مثلا على انديه معينه او كده؟ لا هو في جمهور، لا في انديه فيها، لا هي مش العصبيه اللي هي يعني خناقات ومشاكل، لا هي عارفه تحديات شويه، يعني ممكن تكون ايه انا بتحداك، يعني ممكن تلاقي مثلا شيخ قبيله او شيخ قبيله اللي هو رئيس نادي ورئيس نادي مثلا ايا كان، ممكن مثلا كلهم بيبقوا او معظمهم بيكونوا في مجلس الشورى هناك، فبتقابلوا كتير شبه يوميا مثلا. فممكن مثلا عندي ماتش مثلا معاك كمان يومين ان شاء الله انا هكسبك، انا عندي فلان وفلان وفلان. لكن اللي بيحضر جمهور القبيله نفسه لا الجمهور بيحضر جمهور الانديه، لكن ما فيش بيبقى في شويه، يعني في شويه اللي هي حماسه عاديه حماسه بس لا حماسه عايزينك تكسب لكن مش تعصب. ايوه بالظبط، حماسه شديده، يعني عندهم حماسه اللي هي يعني عايز اكسب، انا عايز اقابل ده بعد كده اقول له انا كسبتك. يعني احنا كنا بنلعب، كنت بلعب انا في العروبه وكنا بنلعب في صور، وكان في يعني الولايه نفسها اسمها ولايه صور، ففي العروبه وصور، يعني زي مثلا زي الاهلي والزمالك كده في مكان واحد، بس دول في ولايه بعيد عن مسقط، بعيد عن العاصمه يعني. كان مثلا لما يكون في ماتش زي كده كان صعب جدا، يعني من قبلها بكتير عارفه الناس تقابل بعضها نكسبكم كده، احنا عندنا فلان، لا احنا عندنا ده اقوى عندنا، ويعملوا زي يعني مقارنات بين اللعيبه، احنا عندنا فلان ده ان شاء الله ده هيجيب جولين الماتش اللي جاي ده، لا ده احنا عندنا مدافع كذا، لا احنا عندنا مهاجم كذا، زي العادي اللي بيحصل بالظبط. بس التانيين بقى عارفه انت المكان، يعني هنا ممكن تلاقي اللعيبه شويه بتخلص بتروح على بيوتها، انت هناك الناس ممكن تلاقيها، يعني انت مثلا مكان اللي انت قاعد فيه في قلب النادي، فكله بقى يعني الكلام ده قدامك انت كلعيب، انت هنا تخلص التمرين بتاعك او الماتشات وبتروح على بيتك. هناك السكن بتاعنا ممكن يبقى في قلب النادي، يعني في اوتيل جوه النادي، في اوتيل جوه النادي. فبالتالي العلاقه بين اللعيبه وبعضها احسن، والجمهور كمان بيحضر، عارفه كل شويه عمال يحفزك يعني جامد، وعمال يعني اللي هو يحمسك قوي ان انت لازم نكسب، يعني ما ينفعش. فدي كانت بتدي برده روح حلوه، يعني دي كانت بتدي روح حلوه ان احنا نظهر بشكل كويس، او ان احنا نكسب المباراه، فكانت بتدي يعني روح كويسه بدون تعصب خالص، يعني بدون تعصب او مشاكل. وواضح ان انت ليك شهره كمان هناك حلوه. الحمد لله. يعني الحمد لله ليا ناس حبايبي هناك كتير جدا، يعني الحمد لله. عبد الرحمن حسين بيقول هلا بيكم، منور كابتن احمد سلامه نجم الترسانه وحرس الحدود السابق، يا ترى هنشوفك في الدوري المصري العام القادم؟ هو عن طريق وكلاء بيكلموني يعني ان انا ارجع، لكن لسه عن طريق يعني جلسات رسميه مع انديه لسه لحد دلوقتي، لكن عن طريق وكلاء كتير بيكلموني ان انا يعني في ناس كتير كلموني وكلاء قالوا لي ان احنا حابينك ترجع، وفي انديه كتير قدامنا او عروض كتير ليك، يعني فاحنا بس ان شاء الله يعني اوعى تكون حرس الحدود هدرس ده وده. حرس الحدود انا يعني حزين على موقف حرس الحدود، لكن هو ده نادي كبير جدا، ونادي يعني نادي عظيم، ونادي يعني صاحب بطولات، وانا يعني اللي حصل ده يعني بالتالي يعني احنا يمكن بقى لنا ثلاث مواسم الحرس دايما تلاقيه على اخر وقت بيلحق نفسه، لكن السنه دي يعني يمكن ما قدرش يلحق ان هو يفضل موجود في الدوري، لكن ان شاء الله بتمنى ان هو ان شاء الله تبقى دي
يعني كبوه بسيطه ينزل ويرجع تاني للدوري باذن الله ويتالق زي زمان ان شاء الله ويبقى احسن باذن الله ان شاء الله. هو برضو بيسالك توقعاتك لمباراه الاهلي والمصري النهارده. شايف الاهلي يعني هو المصري فريق عنيد، يعني فريق طبعا كابتن حسام بيضخ روح حماسيه شديده جدا في اللاعبين والنادي الاهلي طبعا يعني عايز يحسم الامور، يعني يحسم الدوري، بطوله الدوري. فيعني انا شايف ان المباراه قويه جدا ونديه، لكن انا شايف ان الاهلي الاقرب، يعني شايف ان الاهلي الاقرب. انت اتعاملت مع كابتن حسام في الترسانه؟ لا انا رحت، هو كان السنه اللي قبل مني على طول. انا رحت، كان هو الكابتن حسام طبعا كان هيكون ليا الشرف لو انا اتقابلت بيه، لكن هو يعني اسم كبير وتاريخ، وانا يعني على المستوى الشخصي بعشق الكابتن حسام. يمكن هو طلبني قبل كده ان انا للنادي المصري قبل كده لما مشيت من الحرس، مشيت من الترسانه رايح للحرس. هو كلمني ايام الحاج السيد متولي الله يرحمه، والكابتن ابراهيم كلمني، لكن كنت خلاص مضيت في نادي الحرس، ويعني الحمد لله كنت اتمنى اكون موجود هنا. علي سعد، انا بشكرك جدا على الكلام الحلو اللي انت كاتبه على البرنامج وعليا، بشكرك جدا عليه. حساني زحلان حساني بيسال حضرتك ليه يعني فضلت جوه الدوري العماني رغم ضعف مستوى المسابقه؟ لا، ما انا بقول لحضرتك هو مستوى المسابقه كان قبل كده كان ضعيف، لكن دلوقتي يعني لسه قايل دلوقتي ان هو يعني هم اتطوروا بشكل كبير، هم عندهم كره سريعه وعندهم كره، هو بس كان بينقصهم بس حته ان الشغل التكتيكي او الشغل اللي هو يعني ان انت ازاي تعرف تتحرك في الملعب وتتمركز، والحته دي بس كانت ناقصاهم، كان لعبهم شبه يعني عشوائي شويه. لكن دلوقتي بقى الامور احسن، يعني حتى منتخب عمان هناك يعني بيأدي بشكل كويس، بيعمل نتائج كويسه قوي مع المنتخبات اللي موجوده معاه في اسيا. هو بيسألك عن رأيك كمان في مستوى المنتخب الوطني وصعوده لكأس الأمم الأفريقية. أنا شايف إن هو من يعني طبعا المنتخب أنا ببارك لهم وببارك لمصر والجمهور الكرة في مصر كله. طبعا ده يعني هم يعني أنا شايف إن الجيل ده لازم نستغله يعني بشكل كويس، لأن الجيل ده إن شاء الله ده اللي هيوصلنا بإذن الله لكأس العالم. يعني أنا متفائل خير بإذن الله، وطبعا عاملين شغل كويس جدا، وأنا بس أتمنى يعني اتمنى ان شاء الله الاستمراريه بنفس الروح ده وبنفس ان شاء الله بنفس النجاح ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اسلام صادق ابراهيم مسعود، السلام عليكم، تحياتي ليك يا استاذه سباح ولضيفك الكابتن احمد سلامه. سؤالي، هل الاهلي حسم الدوري بنسبه 100%؟ يمكن النهارده. يبان النهارده ان شاء الله. تمام. محمود رجب، تحياتي استاذه سماح والكابتن الخلوق احمد سلامه ورمضان كريم. سؤال لي، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انت من سوهاج. انا من بنها. لا والله، هو يعني بتسالي السؤال ده كتير، لكن انا وانا صغير انا كنت بعشق النادي الاهلي، وكان حرب بيني وبين اخويا بسبب النادي الاهلي قبل ما العب، يعني قبل ما اكون محترف كوره. بعد ما احترفت الكوره انا بحب كوره نادي الزمالك، انا بحب كوره نادي الزمالك، انا بحب الكوره اللي هي فيها مهاره عاليه قوي، فيها شغل كتير، وفيها يعني ما فيهاش شغل تكتيكي مقفول. لا، بحب الكره المفتوحه، يعني بحب انا الاسلوب المفتوح في الكره، اللي هو يعني بتلعب اللعيب اللي عنده مهاره بيطلع مهارته، اللعيب تغيير مراكز كتير، تحركات كتير. بعشق كره نادي الزمالك، لكن ما اعرفش، يمكن ان شاء الله الموسم الجديد ان شاء الله يفرحونا باذن الله. ان شاء الله. احمد صلاح، بتحياتي للنجم احمد سلامه نجم الحرس والترسانه. يا ترى في جمهور الموسم اللي جاي؟ يا رب، احنا لسه مش عارفين. هنتمنى يا رب. يا رب نتمنى ان شاء الله. احمد رمضان، تحياتي للكابتن احمد سلامه نجم الحرس والترسانه. عفوا، لا ده محمود زملكاوي. بيقول لك كل سنه وانت طيب، يا رب السنه الجايه تكون موجود مع فريق كبير ان شاء الله، ربنا يخليك. الشواتفي ابو احمد بيقول لك انت حلقت شعرك ليه؟ الاول كان احسن وكنت بتجيب اجوال اكتر. هو بس عشان جو عمان حر شويه، وانا هناك بصراحه الشعر يعني فانا قصرت شعري يعني. حسام عبد العزيز بيسالك ايه العوامل اللي ممكن ترجح كفه مصر للوصول لكاس العالم؟ انا هساله لك بطريقه تاني، انت شايف انه اكيد انت بتتابع المنتخب ومبارياته طبعا، شايف ان احنا ممكن نوصل كاس عالم؟ ان شاء الله بشكل كبير باذن الله. هو المنتخب يعني انا شايف ان مستر كوبر وجهازه
واللعيبه عندها طموح عالي قوي والخطوات اللي هم ماشيين بيها خطوات ايجابيه وخطوات يعني ثابته، وان شاء الله وصولنا لكاس العالم باذن الله باذن الله يكون ان شاء الله يعني شيء اكيد باذن الله ان شاء الله. محمد ابراهيم بيقول لك ازيك يا كابتن انا بحبك جدا. اسلام رجب كل سنه وانتم طيبين. حمزه ابو قاسم العميري انا مش عارفه منين الحقيقه، من عمان ممكن تمام. تحياتي كابتن احمد سلامه، ونقول له يا كابتن لو هدفك في الدوري مع الترسانه اتحسب كان هيفضل احسن هدف في الدوري حتى الان. مظبوط. انهي هدف؟ هدف باكورد كده كنت انا جبته، يمكن هو معروض يعني هو عندكم هنا في من ضمن الحاجات اللي موجوده. هدف باكورد كنت انا في ترسانه وكنا بنلعب نادي اسمنت السويس، والمباراه دي يعني جبت انا جون باكورد كده، فالكابتن ياسر عبد الرؤوف حسبه، ما اعرفش هو حسبه ايه، يعني حسبه فاول وحسبه ايه ما اعرفش، المهم ان هو يعني كان قريب من لاعب من لاعبين اسمنت السويس، فالكابتن ياسر حسب فاول رغم ان انا ما رحتش، يعني رجلي ما راحتش ناحيته او كان في اي تدخل خالص. جه بعدها هو قال لي انا بصراحه ما اعرفش، الصفاره طلعت فجاه لكن ما اعرفش يعني ما قدرتش، انا مش عارف بصراحه يعني، حتى كان في اعتراض عليه كتير جدا من كل يعني من الجهاز الفني واللاعبين، وانه كان جول كان يعني جول كويس قوي، حتى معظم النقاد اتكلموا عنه بشكل كبير. بعدها ربنا اكرمني بجول، كان المباراه دي ممكن هننزل بيها درجه ثانيه لو هم كسبونا، كان هم فرقوا، يعني هم كانوا نفس النقاط، نفس النقاط ونفس المركز. كنا احنا الاثنين مهددين، يعني فرقه مننا هتقع، فالجول ده هم على ارضنا في ارض نادي الترسانه، على ملعب نادي الترسانه، وانا جبت الجول ده. كنا هم كسبانين 1-0 وانا جبت الجول ده، فالمفروض ان هو 1-1، فلما اتلغى الهدف ده، فانا طبعا كان في جمهور طبعا وقتها، فالدنيا كلها يعني ان الفرقه خلاص يعني، والفرقه والاسمنت سوس كانت الفرقه دي في الفتره دي كانت فرقه كويسه، وكانت لكن هي كان يعني بيلازمها سوء حظ، لكن هي فرقه كويسه، فكنا صعب ان احنا نجيب فيها جول تاني. الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا جول في اخر دقيقه، وتعادلنا 1-1 والحمد لله بقينا في الدوري في الموسم ده يعني. احمد حمدي بيقول لك بنحبك يا سلامه وبالتوفيق. وعلي سعد بيسالنا عن صفقات الزمالك، اكيد هيكون ان شاء الله موجود معانا يعني خلال شهر رمضان، حد هيقول لنا صفقات الزمالك ايه، ما تقلقش يعني. عايزه اسالك مين فيهم اللي بتعتبرها احلى ايام، الترسانه ولا الحرس؟ هما الاثنين تقريبا يعني، لكن هو يعني انت كنت متالق اكتر مع الحرس، حتى دخلت المنتخب. والترسانه كنت في المنتخب. انا رحت نادي الترسانه، رحت نادي الحرس وانا كنت في المنتخب، يعني كنت في المنتخب انا يعني الموسم اللي هو كنت مع كابتن فاروق جعفر، وده طبعا يعني ده يعتبر يعني في الكوره يعتبر زي ما بيقولوا في يعني كلمه دارجه كده، بيقولوا ده الاب الروحي ليا، فده انا كابتن فاروق جعفر من الشخصيات اللي انا بحبها وبعشقها، وشخصيه محترمه جدا. طبعا هو انا كنت في نادي المنصوره قبلها، وهو اللي طلب ان انا اجي من نادي المنصوره لنادي الترسانه. هو كمان اللي كان فيه ماتش كان يمكن عندي اصابه كده قبل ما كنت طبعا لعبت، كان لسه اول موسم ليا العبه في الدوري الممتاز. كان عندي كنت جبت جول في مباراه الاتحاد، كنا بنلعب الاتحاد الترسانه والاتحاد، جبت جول، وبعد كده انبي جبت جول، وبعد كده الجيش جبت جول، وبعد كده كان عندنا مباراه مع غزل المحله، وكان عندي اصابه في الانكل كده، فهو قال لي فانا يعني افتكرها كويس قوي، فانا قلت له يا كابتن انا مش قادر. قال لي ازاي انت بتتكلم ازاي، ده الماتش ده بعد يومين وتروح منتخب مصر، وبنفس الطريقه وبنفس الاسلوب. الكابتن طبعا انت عارفه يا كابتن فاروق عصبي شويه، الماتش ده تروح منه منتخب مصر. قلت له يا كابتن بس انا مش قادر. قال لي لا هتلعب. والله يمكن في يعني دقيقه ويمكن و30 ثانيه او 40 ثانيه كنت جايب الجول الاولاني في مباراه الغزل ده، وبعد كده رحت على منتخب مصر. الحمد لله يعني هو كان ليه الفضل الكبير قوي ان انا اكون موجود يعني مع المنتخب في الفتره دي. بعد كده اتنقلت لنادي حرس الحدود، وبرضه رحت معاهم رحت معاهم تصفيات كاس العالم 2010 ماتش رواندا هناك، ويعني الحمد لله كنت وقتها جايب جول في الاهلي، وكنت ماشي بشكل كويس، كنت يمكن اكتر مباراه باخد احسن لاعب او رجل مباراه يعني زي ما بيقولوا. فكنت ماشي بشكل كويس، فترتين كويسين، انا من اكتر الفترات انا بحبها طبعا يعني. وبعد كده يعني وجودي في عمان بقى بعد كده كانت برضو الفترات اللي انا قضيتها في عمان برضو من الفترات الكويسه برضو يعني. كل الفترات بالنسبه لي كل فتره وليها جمالها يعني، ليها
صحيح. انت عامل لي مشكله على الصفحه. عبده تريكه بعد بيقول ما تخيلش ان ده احمد سلامه بعد ما حلق شعره. مش يعني الناس مش عارفاك. انا ممكن لا هو ممكن طول شعرك يا انا احمد. عشان بقالي فتره طويله جدا بقالي فتره طويله جدا ما بظهرش مثلا في الاعلام، بقالي يمكن 3 سنين بره مصر. وبعد كده انا حلقت هناك تدريجي. انا يمكن الناس اللي هي قريبه مني قوي خلاص خدوا على الشكل وخدوا على الستايل ده، لكن الناس اللي هي لسه لاول مره بعد فتره طويله ما شافونيش ممكن يلاقوا ان الشعر القصير مش مغير الشكل شويه. حمزه ابو قاسم العميري طلع من مطروح. طيب. بس هو بعت قال لنا ان هو من مطروح يعني. احمد حمدي يقول لك لو جالك الاهلي او الزمالك هتختار مين؟ انت لسه قايل انا بحب لعب الزمالك. بحب لعب الزمالك ولعب الاهلي كمان، بس كان هو يعني طبعا الواحد بيشوف دايما يعني اللي فرصه اعلى فيه. يعني انا شايف فرصتي اعلى في النادي الاهلي. اصل هي الكوره دلوقتي يعني احتراف، هو انتماء، بنتمي للتيشيرت. يعني انا لو اهلاوي ولعبت في نادي الزمالك انا هموت نفسي عشان نادي الزمالك. انا لو زملكاوي ولعبت في النادي الاهلي هموت نفسي عشان النادي الاهلي، لان ده تيشيرت وده حد حملك المسؤوليه دي فلازم يعني ايا كان الفريق اللي انا يعني هلبس التيشيرت بتاعه اكيد هكون مخلص ليه او اكون اكتر انتماء ليه يعني. مصطفى بوكا بيقول لك شعرك الاول كان احلى بكتير. هو واضح ان انت في مشكله. لا لازم تطول شعرك. لا هنطول الشعر. انا بس اخر حاجه عايز اسالك عنها، الفرق بين رمضان في عمان ومصر، جربته في عمان؟ لا ما جربتش في عمان بصراحه، لان انا بروح دايما في بعد شهر رمضان، يعني دايما بعد شهر رمضان. لكن طبعا في مصر رمضان احسن رمضان في الدنيا في مصر. يعني هو مصر طبعا ام الدنيا يعني اليوم في مصر يساوي مليون سنه بره يعني. ما بيحسهاش غير اللي اتغرب فعلا. بالظبط. هم هناك يعني طبعا الشعب هناك شعب طيب جدا، والحياه هناك حياه جميله وكويسه، ويمكن هم بيعتمدوا على الطبيعه شويه. يمكن بيعتمدوا على دايما تلاقي فيه بحر وميه وجبال صخور وحاجات كده، يعني حاجات من الحاجات الناس بتعشاها. لكن طبعا مصر يعني حاجه ثانيه خالص يعني. اكيد. عصام طه بيقول لك ان في كلام من الاتحاد السكندري وعايزك تروح الاتحاد السكندري. بيقول لك يا ريت تروح الاتحاد. ربنا ييسر ان شاء الله. عموما اي مكان تبقى موجود فيه ربنا يوفقك. كابتن احمد، معرفتي بيك من زمان، من ايام ما كنت بتلعب في الترسانه وكنت بنزل اصور معاك، ان انت يعني شخص خلوق جدا وما زلت لغايه دلوقتي بنفس الشكل وبنفس الطريقه. يمكن الناس مش قريبه منك قوي عشان تعرفك او تشوفك، لا هو فعلا شخص خلوق جدا، بس كان بيتعبنا ان هو ما بيحبش الاعلام كتير، ما بيحبش يتكلم كتير، رغم ان هو ما شاء الله يعني لبق جدا في كلامه. كل التوفيق في اي مكان هتكون موجود. ربنا يخليك. الف شكر لحضرتك وللساده المشاهدين، واتمنى ان انا كنت ضيف خفيف عليهم يعني. لا اكيد متشكر. اكيد. بشكرك شرفتني ونورتني. شكرا. ربنا يخليك. شكرا. مشاهدينا بشكركم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده، والى اللقاء غدا وبيت رياضه جديد ان شاء الله.